السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ اش اخباركم؟ معكم شيوة نزهة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الطويجين مقفول كما كنقولوا ليه حنا في مراكش. بسم الله. غنديروا زويته العود. طبعا عندنا هنا نص كيلو ديال اللحم ولا ربعه، على كل واحد على حسب جيبو. غنزل اللحيمه كامله، غنزيدو عليها بصيله وحده صغيره مشلضه بحال هكا. وعندنا هنايا التبزيره، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه الملح على حسب الذوق، شويه ديال الملون، زنجبيل معلقه صغيره. غادي نديرهم على الطويجين، ولكن غادي نبقاو نشحروه حتى يتشحر مزيان. عاد نزيدو عليه البصيله والمطيشه. وهاد الطويجين غادي نرافقوه بواحد السلطه. غادي نحركوه هكا بشويه، نخليوه حتى يسخن ومن بعد نرجعوا ليه. يلا غادي نبداو دابا سلطه على ما يتشحر لينا اللحيمه. عندنا هنا واحد الخصه صغيره مغسوله، عندنا فليفله حمراء وخضراء نص نص. ولا عندكم الصفراء، حيت انا حدايا ما لقيتهاش صفراء. عندي لافوكا، واحد نص ديال التفاحه يا مسيس، 3 حبات ديال الطماطم، ونص بصله. هادو هما المكونات اللي عندنا. غنجيبو الصحن اللي غنحطوه فيه، وهاد المكونات كلهم غادي نقطعوهم شرائح طويله. بسم الله. غناخدو الخس ديما نقطعوه بحال هك باش يجي خفيف. الا جاتكم الخصه كبيره نقطعوها بحال هكا. المهم على حسب كل واحد كيبغي سلطه. انا كتعجبني هكا شويه كبيره حيت كتجي همه. يلا بعد ما قطعنا الخس غادي نقطعو الفليفله، حتى هي غادي نقطعوها شرائح رقيقه. هانتوما في هذا الحجم باش ما تجيش غليظه في الاكل. غنمشيو على الطريقه كامله حتى نكملوها وحنا معاكم. غادي نزيدو البصيله، اللي بغى يقطعها بهكا يقطعها، اللي بغى يقطعها بحال هكا رقيق يقطعها، لكم الاختيار. وطماطم تاهي نديروا لها نفس القطعه طويله، غير هكا رقيق. كلها تمشي شرائح طويله. غنكملوا الكميه كامله. غادي ناخذ تاع لافوكا نقطعوها حتى هي شرائح طويله. حيدوا لها هاد العظم غير بشويه نقشروها، انت عرفتوها حساسه دغيا كتخسر بحال هيك. حتى نقطعوها شرائح طويله. بسم الله. ديما حنا هاد السلطه كلها غادي تمشي غير طولي. تنكملوا الكميه كامله بس نحطوها في الصحن ديالنا. غناخذوا التفاحه كمان حتى غادي نقطعوها بالقشره ديالها، ما غاديش نحيدوها. غادي نحيدو لها قلبها كيف العاده.
ونقطعوها حتى هي شرائح رقيقه. غنخلي القشره ديالها ما غاديش نحيدها، غير بحال هكا شويه رقيقه تكون بزاف. هانتوما شفتوا القشره ما يمكنش تحيد، حيت تبارك الله عارفين فيها الفائده كامله. ما غاديش ندير التفاحه كامله حيت كبيره، درتي نصها تبارك الله. صافي غادي نحطوهم على باقي، وغادي نزيدو ليهم الصوص ان شاء الله. غنشوفوا الطاجين ديالنا فين وصل وغادي نرجعوا معكم. هنا ها الطاجين، شوفوا خوتي كي داير، تحرت اللحمه مزيان مزيان. غادي نقلبوا اللحمه غير بشويه عليها باش ما نعمروا حوايجنا والبوطه. دابا ملي تشحرات غادي نرتبوا عليها البصيله، ما غادي نزيدوا لا ما لا والو، غادي نخليها في المريقه ديال البصله هي كافيه. هنا عندي جوج بصلات مصطين، قطعتهم هكا دواور. والبصله على حساب الافراد اللي كيكونوا في الدار. ثم ما شاء الله راكم فنانين. كلها دار على بحال هيك. هانتوما اخوتي كملوا هاد البصيله حتى هي. يا تبارك الله هي كطيب كتذوب بحال ما درناها كاع. غنزيدو مطيشه حتى هي ترتب كامله على الطويجين بحال هكا. وكاين اللي كيبغي الزبيب يديرو. غادي نزيدو عليها واحد الرشيشه ديال القرفه، غير شويه صافي. وغادي نغطيوه نخليوه تيطيب على راحته، غنقصو عليه البوطه ونخليوه تيطيب على راحته، حيت ما غادي نزيدو فيه لا ما لا والو، بيطيب غير بالبصيله ومطيشه. يلا بعد ما قطعنا المكونات كامله ديال السلطه غادي نديرو ليها الصوص ديالها. انا عندي هنايا عصرت نص حامضه، عصرت نص حامضه ديال الليمون ديال الحامض، وعندي شويه ديال الملحه. الملحه ديما كتبقى على حسب الذوق. عندي هنا راس ديال المعلقه ديال الفلفل الاسود والبزار، وزيت العود. سلطه كتبغي زيت العود. انا عندي شويه سلطه كثيره، زدت لها شويه كميه كثيره ديال زيت العود. غادي نطربوها مزيان مزيان تيندمج البزار مع المليحه، وغادي نكبوها على السلطه ديالنا. هانتوما خوتي شوفوها كي ولات الصوص كيولي مندمج مع بعضو. دابا غادي نكبوها على سلطه كامله غير بحال هكا. ما غاديش نحتاجو نحركوها حيت هي اندمجت كلها مع بعضها. صافي غادي نخليوها بحال هكا حتى نتلاقاو في التقديم ان شاء الله. يلا خوتي هانتوما هاد الطويجين خدا معنا ساعه، وكيجي بهذا الشكل هكا، كيجي معلك وطايب زويون، حيت كيطيب غير في الصوص ديال الطوماط والصوص ديال البصله. صافي ما كنزيدو لا ما لا والو. هانتوما خوتي هاد الطويجين اللي شاركت معكم اليوم. هانتوما شوفوا اللحمه طايبه على خاطرها. هانتوما خوتي طويجين خفيف، كيجي خفيف اللي بغا يديروا العشاء ولا يديروا الغدا مع وليداتو، كيجيو زوين بزاف بزاف مع شويه القرفه. وكاين اللي كيدير مع الزبيب برقيقات، انا كيعجبني هكا عادي. وكنتمنى يعجبكم هاد الوصفه ديال اليوم، ها السلطه ديالنا.
كنتمنى يعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم والطويجين ديالنا هذا المقفول. كنتمنىكم تجربوه وبالصحه والراحه. وما تنساونيش البنات في لايك. الله يرحم والديكم، ما تنساوناش، وشكرا بزاف.